اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. طبعا كلنا مبسوطين جدا جدا برجوع الطفل شنودة. طبعا قضية قعدت اكتر من سنة وشهرين واحنا عمالين نحاول والام تطلع تعيط ونستغيث بالرئيس ونستغيث برئيس الوزراء ونطالب وزير العدل بان هو يتحرك في القضية، وكتير جدا جدا من الوقت ضاع واحنا بنحاول نرجع الولد. طيب ربنا اتمجد بعد كل ده بصلوات العذراء مريم والبابا شنودة والولد فعلا رجع. لكن هل بعد ما رجع الولد كده القضية انتهت؟ كده خلاص الحق رجع لاصحابه؟ كده العدل اتحقق؟ طبعا العدل اتحقق، ولكن الاخوان والسلفيين والمتشددين الامر ما عجبهمش. ازاي هم كانوا بينادوا بان الولد يبقى مسلم وفي الاخر يتاخد ويرجع تاني لأهله وديانته تبقى المسيحية؟ طبعا الامر ما عجبش الاخوان والمتشددين نهائي جدا، وقالوا ان الوضع ده فيه تزوير وان الوضع ده ما فيهوش عدل وفيه اساءة للاسلام. طيب ايه الاساءة في الموضوع؟ يعني انا مش فاهم ايه الاساءة في الاسلام بان الولد اتلاقى في الكنيسة وبقى مسيحي؟ طب ما ده طبيعي، ما انت عايزه يبقى ايه؟ وايه اللي يضايقك؟ هل الولد ده لما يبقى مسلم كده الاسلام زاد؟ طيب لو بقى مسيحي كده المسيحية زادت؟ او لو بقى مسلم هل المسيحية نقصت؟ الموضوع مش فارق، لكن الفارق هو تحقيق العدل. هو العدل بيقول كذا، يبقى هو ده اللي احنا كنا لازم من الاول نمشي وراه. احنا عندنا هنا قصة شديدة التعقيد، لو حاول امهر كتاب السيناريو كتابتها لما استطاع ان يكتبها بتلك الحبكة التي تحوي على تفاصيل لا انسانية. قصة مدهشة نرى فيها ان القسوة على الطفل الصغير كانت هي الخيار لحل مشكلة بالغة التعقيد. الحكاية تبدأ من عند فاروق تاجر الزجاج البسيط في منطقة الشرابية الذي يملك فرشة بسيطة في أحد شوارع المنطقة الشعبية، مستور ولديه بيت صغير يعيش فيه مع زوجته أمال، ولكن لم يرزقه الله بطفل. وهنا كان الحدث الأبرز الذي قلب حياته وحياة زوجته. كان ذلك الحدث هو ظهور ذلك الطفل الذي غمرهما بفرحة عارمة بحضوره، ثم أصابهما بألم لا يطاق مع انتزاعه من أحضانهما بعد 4 سنوات. قصة تتمثل في عثور أبويه عليه في حمام كنيسة بمدينة الأمل في القاهرة، ووفقا لما روته الأم فإنهم أخذاه للكاهن وأخبراه أنهم عثر عليه وقرر أخذه لتربيته. ولأنهما من الناس المسيحيين البسطاء على حد تعبير الأب، فقد قرر استخراج شهادة ميلاد له باسمهما حتى يرفعوا عنه لعنة ابن الحرام أو اللقيط التي قد تطارده العمر كله. إلى هنا وقد كان الله رحيما بكل أطراف القصة، فقد كافأ الزوج وزوجته المحرومين من نعمة الإنجاب، وجنب الطفل المجهول النسب مشقة التنقل بين الملاجئ وما قد يحدث له كونه مجهول النسب. ولكن الإنسان لم يكن رحيما، الله كان رحيما، ولكن الإنسان لم يعرف الرحمة. فظهرت مريم ابنة شقيقة الأب التي خافت من حرمانها من ميراث خالها بعد وفاته، فتقدمت ببلاغات عدة تتهم فيها الأبوين باختطاف الطفل، لكن البلاغات كلها حفظت بعد أن توجهت مندوبة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة وسألت الطفل عن فاروق وأمال ليؤكد الطفل أنهما أبواه. ثم أخذ البلاغ الأخير مسارا معقدا وتم إحالته للنيابة العامة التي بدورها طالبت بتوقيع اختبار DNA للطفل والأبوين ليتبين أنه ليس ابنهما. فجاء قرار النيابة التي أمرت بإيداع الطفل ملجأ أيتام، وقررت تغيير اسمه وديانته من يوسف إلى شنودة ومن المسيحية إلى الإسلام. وما فعلته النيابة يبدو تسامحا ورأفة بالزوجين يجنبهما جريمة تزوير في محررات رسمية. ما فعلته النيابة كان حلا مثاليا يجنب الأمن قضية بالغة الحساسية، ولكن ما حدث كان مشكلة سيدفع ثمنها الطفل وحده باقي حياته. أي قسوة هذه وأي تنكيل
فعلته الحياة بذلك الطفل الذي لا يعرف سوى أبويه اللذين ربياه؟ هل كان الله رحيما بالطفل ولكن الإنسان الذي هو خليقة الله لم يكن رحيما بذلك الطفل، فتسبب له في أزمة نفسية وعقدة قد لا يستطيع أن يتخطاها طوال عمره؟ عندما شاهدت صورة الطفل اليوم في أحضان أمال وفاروق، فكرت في طفل انطفأت حياته بسبب ما سيعانيه من مرارة ومستقبل غامض في تلك التجربة المريرة. طفل اكتشف فجأة أنه ابن حمام الكنيسة وليس لديه أب ولا أم. الحل ليس هي هجرة الأسرة للخارج. أتمنى أن يتطوع بعض الأطباء النفسيين وأخصائي تعديل السلوك لعمل جلسات مع الطفل لمحاولة مساعدته على تخطي تلك الأزمة. أتمنى أن يكون ما حدث سببا في إعلاء الإنسانية في بعض القضايا الخاصة بالتبني، وأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط بابا خاصا بقضية التبني المسموح بها في المسيحية والمرفوضة في الإسلام. ولكن كان الفصل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في رجوع شنودة، وليس أي أحد آخر منذ صباح اليوم وبتاريخ هذا الفيديو. عندما نحارب في أي قضية فالحرب هنا لإظهار الحق دون أي عمل شو أو شهرة. نحن نشكر الله لنا السبق في معرفة نتيجة تحليل DNA أمس التي قامت به مدام رانيا، وكتبنا عن هذا الكلام على صفحتنا بأن نتيجة التحليل سلبية وأن الطفل ليس ابن مدام رانيا. ومنذ ساعات أتحفنا السيد نجيب بأن مدام رانيا أجريت تحليل ولم يظهر نتيجته حتى الآن. عندما أكدنا تاني على صدق كلامنا وأن التحليل ليس يخص مدام رانيا، فخرج علينا هذا الصحفي بعدها بساعة لعمل بث مباشر لكل من أستاذ نجيب جبرائيل وأستاذ كرم غبريال بعد أن استبعدوا المستشار أحمد عبده ماهر من المشهد بعد أن قدم مجهودا كبيرا في هذه القضية ليعلنوا أن النتيجة أثبتت أن ليس يخص مدام رانيا فوزي. طب أين كنتم من أمس وصباح اليوم؟ وأزيد السامع من الشعر بيتا أن عودة الطفل شنودة ليس نتيجة مجهود من نجيب جبرائيل أو كرم غبريال أو نادر شكري، وليس لأحد فضل في هذا، وإنما الفضل هو لله فقط ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثانيا بعد أن تقدم إليه ملف الطفل شنودة والذي لاقى اهتماما من فخامته. وهذه ستكون اللطمة القوية لكل من يتاجر ويجند نفسه لخدمة مصالحة وعمل الشهرة لنفسه. مبروك رجوعك يا شنودة إلى مسيحيتك. والبابا تودروس أيضا تحدث وقال إن الأنبا أرمية استقبل الطفل شنودة، وهذا ما قاله البابا بعد رجوع الطفل شنودة. وقناة ميسات استضافت الطفل وأسرته. بعد رجوع الطفل شنودة إلى أسرته بالتبني، قام قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتقديم الشكر لكل من تعبوا واهتموا في قضية الطفل شنودة، مؤكدا أنه انتصار للإنسانية فوق القانون، داعيا أن يعوض الله الجميع بخير. ومن خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قام البابا تودروس الثاني بتقديم الشكر إلى مفتي الجمهورية على جهوده وطريقته وهدوءه وعلمه في حل الأزمة، حيث قدم صورة جميلة وانتهت القضية بسلام. وكانت الكنيسة الأرثوذكسية أكدت أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بعد تسليم الطفل شنودة إلى أسرته، رجع الطفل شنودة إلى أحضان أبويه بالتبني السيد فاروق والسيدة أمال. ووجه البابا تودروس الثاني الشكر كل من تعب وساهم في حل الأزمة، وقام بتقديم الشكر لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وقال: نشكر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعلمه وهدوءه الذي قدم صورة جميلة، وبنشكر ربنا انتهت القصة بسلام. والجدير بالذكر أن أسرة الطفل شنودة قد عقدت مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل استلامه بعد قرار جهات التحقيق. ولكن لا ننسى أن درس شنودة درس قاسي جدا. عاشت مصرنا قصة مزعجة قرابة العام والنصف، أحداثها مؤلمة، بطلها طفل بريء صغير لا حول له ولا قوة. شاءت الظروف أن يولد في مجتمع قاس لا يئبه لدموعه وصراخه وهو في مهد حياته، يسرق حاضره ويهدم مستقبله، جراح داخل نفس رقيقة قد يصعب شفائها، وانفطار قلب صغير من كثرة البكاء لم تشفع لذاك المجتمع. صراخ أب وأم عاقران مكلومان تعلقا بطفل ربياه أكثر من 4 سنوات،
وهو لا يعرف أبوين سواهما. لم يشفع لهذا المجتمع صدم الطفل في هذا العمر المبكر حين يعرف أنه بلا أبوين، بلا عائلة، وبلا هوية. كيف كان ينام بعد انتزاعه من صدر أمه والإلقاء به في ملجأ للأيتام، مع من كان يحكي ويأنس، عمن كان يتحدث أين الصدر الذي كان يضع رأسه عليه مطمئنا. أمر لا يصدقه عقل ولا يقبله عدو في حرب. لم تهتز له وزارة من المفترض فيها خدمة المجتمع وحمايته من أي كوارث تصيب أفراده خاصة الأطفال منها. وزارة ما برحت أن تترك اللقطاء ينامون على الأرصفة وتحت الكباري، وراحت تنزع طفل من حضن أمه بلا إنسانية. وكنت أتساءل كيف يغمض جفن الوزيرة التي أمرت بوضع الطفل شنودة في الملجأ وتغيير اسمه وديانته، وهي التي لو كان لديها حسن النية لأخذت رأي المفتي في ذات اليوم وأنهت إجراءات كفالة الطفل فورا وأعادته لحضن أمه. ثم رأينا محكمة إدارية تترك الطفل شنودة ممزق النفس لأكثر من 6 أشهر، وراحت تصرف ملتبس غير مفهوم تستيقظ عصر يوم لتكتشف فيه أنها غير مختصة بالأمر، على الرغم أن ما صدر من الوزارة من قرار بتغيير اسم الطفل وديانته هو قرار إداري يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري. والعجب كل العجب أنها راحت تطلب من الطاعنين أوراق ومستندات، وراحت تستمع لدفوعهم ودفاعهم، وفي نهاية المطاف حكمت بعدم الاختصاص رغم أنه دفع من النظام العام. كان على المحكمة أن تحكم به قبل الخوض في موضوع الدعوة. الأمر الذي عد غريبا ذهب معه البعض بكل أسف إلى اتهام المحامين الأجلاء بالتقصير أو الجهل بالقانون. وهنا لابد أن نشيد بأن المحامين جميعا بذل عناية وإن لم تتحقق النتيجة، وها هم شرفاء المهنة بذلوا العناية وحققوا النتيجة المرجوة، محتملين هجوم غير مبرر من غير متخصص دون الدفاع عن أنفسهم. لن أخوض في تفصيلات القضية وأحداثها التي يعرفها القاصي والداني، وإنما أتكلم عن درس قاس ألم المجتمع كله. خففت منه النيابة العامة التي قررت فورا تسليم الطفل شنودة لمن وجداه، على أن يبدأ فورا إجراءات كفالة الطفل وفقا لقانون الأسرة البديلة. ولابد هنا أن أشكر معالي المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة الكلية ورجاله، والذي بفطنته وهو يمثل المجتمع اتخذ عدة إجراءات سريعة. أولها إجراء تحليل الحمض النووي لسيدة اتهمت زورا وبهتانا أنها أم الطفل وظهرت النتيجة سلبية. ثانيا قرارا فوريا بأخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية الذي أكد على ديانة الطفل من ديانة من وجدوه. ثالثا أمرت بإعطاء الطفل اسما مسيحيا رباعيا. رابعا أسقطت تهمة التزوير عن الأب واعتبرته حسن النية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.